هنتكلم على حلقة العالم في التتش. طبعا يا جماعة النهاردة هنتكلم على حلقة قوية وحلقة جبارة. النهاردة حلقة هنتكلم على النادي الأهلي والنادي الترجي التونسي، وهنتكلم في كأس العالم الأندية في 2025، وهنتكلم في استاد التتش، وهنتكلم عن الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز في عام 2025. يا ريت وانت عايز تتفرج على الفيديو ده وعايز تعمل لايك وسبسكرايب، يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب عشان توصلنا حتى ل 140 متابع. يا ريت والنبي توصلونا، احنا بنعمل لكم فيديوهات قويه جدا، بنعمل لكم فيديوهات يعني بسم الله ما شاء الله، مونتاج، تخريج، صورة مصغرة، موسيقى، حاجات جامدة جدا، الخيالية العلمية. يا ريت بس توصلنا حتى ان حلمنا توصلنا. بس يلا بينا. نتكلم على النادي الاهلي المصري والترجي التونسي. طبعا زي ما قلت لكم في اخر فيديو هنتكلم على كأس العالم للأندية النهارده رب العالمين ما شاء الله الرحمن. النهارده يا جماعه هنتكلم على مفاجأة كبيرة، مفاجأة عيار التقيل، مفاجأة لكل جمهور النادي الاهلي. حلمه بيتأثر وحلمه بيكبر، حلمه بيقرب، حلمه 200 اسبوع، حلمه ده عمر بيك لطفي كان ايام زمان هو اللي حارب الصهيونية، وهم اللي حاربوا الناس. عمر بيك لطفي وانتوا بتعرفوش دلوقتي اسيبكم الصورة دي. طبعا النهارده هتشرف جدا على الحلقة دي، وهتشرف المونتاج، وهتشرف بشخص جامد جدا جدا اللي النهارده هيشرف لي على الفيديو بتاعي. اسمه السيد محمد عبد الله، مشهور على التيك توك دلوقتي. ممكن دلوقتي اسيب لكم تحت الوصف دلوقتي. بعت له واتساب قلت له عايزك تشرف لي على المونتاج ده، قال لي كويس بسم الله ما شاء الله مونتاجك جامد، بس هو عدى عليه حبه حاجات بس من عنده، تفاصيل من عنده بس عشان الشكل والكلام ده والاضاءات والكلام ده. عشان انا بالنسبه لي بحب اعمل الشكل ده، انا بحب اعمل الوجهه دي الصراحه بجد. النهارده يا جماعه هنتكلم على استاد النادي الاهلي الجديد. اسمه استاد ايه؟ اسمه استاد القلعة الحمراء. في الشيخ زايد 42 متفرج اهلاوي في التالتة شمال. التالتة لمين؟ بقى كام؟ 42,000 متشجع في التالتة مين، و42,000 متشجع على التالتة شمال. مساحة الملعب بسم الله ما شاء الله كويسة صراحة بجد، عشان ما اكذبش انا مش حافظ بس بجد اقسم بالله العظيم مساحة الملعب كويسة، مساحة الملعب كبيرة، مساحة النادي كبيرة. ايه ده؟ الخيال العلمي ده، البطولة دي، النادي ده جد، النادي ده له طموح كبيرة، له طموح تتأثر لغاية تحتية. تتخيل ازاي؟ تتخيل النادي الاهلي من اكبر الانديه في كل العالم كله جه هنا مصر عشان يجي يشوف كأس العالم مع الاهلي، من البرازيل ومن ايطاليا ومن فرنسا. شفت لهم فيديوهات كتير، انا شفت من واحده عندها في البرازيل عندها حوالي معديه دلوقتي عندها 30 مليون، جايه تعمل لقاء مع الاهلي، جايه تعمل لقاء مع الفريق القرن، يعني تشرف. في ناس جايه لك من بره، وناس جايه لك من دول العالم، وجاي لك من الصين، وجاي لك من اليابان، وجاي لك من السعوديه. ده اللي اكتر جاي لك من السعوديه عشان نشوف كاس العالم في مصر. وكده كان رايح لهم اصلا ليه؟ عشان الهلال السعودي. النهارده يا جماعه حلقتنا مع بعض كويسه وحلقتنا جميله جدا. استاد النادي الاهلي، الشركات والرعايه وكل حاجه يا عم عمر. الرعايه عايزين نعرف الرعايه بتاعتنا ايه والشركات بتاعتنا ايه. الشركه بتاعت اسمها قلعة الحمراء تبع النادي الاهلي، تخصص الشركه دي تبع النادي الاهلي. الشركه دي شركه مع كام شركه؟ بص يا معلم، شركه مع شركه السعوديه، وشركه مع شركه الاماراتيه والامريكيه والفرنسيه، شركه مع كذا شركات عالميه لتحت انشاء استاد العالمي النادي الاهلي المصري.
ومن ضمنهم شركة اديداس من الشركات اللي هتعمل مواسم على 2029 تيشيرتات النادي الاهلي قوية جدا. كده بقى في مراحل عالية، بقى كده بقى في أجواء عالية، بقى في كده بقى في حاجة كويسة للجمهور النادي الأهلي، بقى لنا استاد وبقى لنا متحف ليه وبقى لنا حتى أجواء والزيارة والكلام ده، لينا كل حاجة. طبعا هيجيله منتشر من بره مصر، هيجيله منتشر من اوروبا، هيجيله منتشر من اي دوله، بس لازم الملعب بتاعنا جاهز. 200 اسبوع يعني 200 اسبوع كام في الشهر؟ بص يا صاحبي، الشهر في السنه بقى فيه حوالي 72 اسبوع، يعني احسب السنتين، يعني قول حوالي 3 سنين احسبهم على 3 سنين بقى كام؟ 2029 ابقى جاهز الملعب 2029 بس. يبقى 3 سنين ازاي؟ احنا في سنه 2025 2026 2027 2028 2029 هما هيسووا بس سنة واحدة عشان يشوفوا الاستاد بتاعنا كامل وكاملة وكل حاجة، فاهمني؟ بس هو انت عايز بقى تشوف الاستاد ومش شكله ومن الكلام ده ومش الكلام ده، انت بس ركز في حاجتك الاول وبعدين شوف الاستاد الاهلي خلاص رسمي من النادي الاهلي المصري. خلاص دفعنا فلوس، دفعنا مبالغ، خلاص رسمي للشركة، شركة القلعة الحمراء للنادي الاهلي المصري. طبعا اول ملعب بيظهر على الدول العربية، ملعب قوي، ملعب هياخد من المراكز الاول على العالم، اقسم بالله العظيم. مراكز العالم دي انت عمرك ما تخيلها. احنا خدنا استاد القاهرة ده من سنة عام 2003 وما خدنا المركز التاني استاد القاهرة الدولي. دلوقتي هو الاهلي هو عامل استاد هياخد المركز الاول على العالم، اول استاد يفتحه ويفتح افتتاحيا ويفتح قويا ويفتح كل حاجة على الاستاد ده. طبعا كده خلصت حلقتي، يلا بينا على حلقة تانية، يلا بينا على حلقة تانية. اعمل لايك سبسكرايب وانت منتظر مع الاهلي والزمالك، يلا نتكلم على الاهلي والزمالك. وانتوا ايه بقالنا كتير ما اتكلمناش على الاهلي والزمالك، يلا نتكلم على الاهلي. والزمالك النهارده نتكلم على ماتش التاريخ للنادي الاهلي المصري. انا مش هديك تصريحات كذابيه، الا هنعمل حلقه رسميه للنادي الاهلي ونادي الزمالك مع بعض ان شاء الله. بعد الحلقه دي هنعمل رسميه يا جماعه اللي في حلقه الاهلي والزمالك. انا بس هنسميها اسم تاني صراحه بجد، بس الاسم التاني جامد جدا، اسم خرافي، بس مينفعش نقول لكم اسم دلوقتي. زي المره اللي فاتت قلت لكم في حلقه يعني زي قلت لكم في الحلقه المره اللي فاتت قلت لكم هنعمل حلقه اسمها حلقه العلم في التتش والكلام ده، الناس كلها عرفت والكلام ده. لا دلوقتي هحقق لكم، بس مش دلوقتي، مينفعش اقول لكم دلوقتي الا في الاعلان الرسمي اللي بنزله على قناه عمر. النهارده نتكلم على الاهلي والزمالك. الاهلي رسميا اللي كسب دوريات والزمالك اللي كسب كونفدراليات. الاهلي اللي كسب دوريات ابطال افريقيا والزمالك ما وصلش كاس العالم. الاهلي اللي وصل لعالم الانديه ووصل البطولات. الاهلي اللي وصل تاريخيا ووصل عالميا ووصل شهرته العالميه. انت عمرك ما تتخيل ازاي، انت تتخيل النادي الاهلي هو المركز الاول على العالم في البطولات التكاسحيه البطولاتيه، يعني على البطولات المحليه وعلى البطولات الكاسيريه وعلى البطولات القاريه. تتخيل ازاي، تتخيل النادي الاهلي بلدك مركز الاول على العالم في الدوري المصري، في كاس مصر، في كاس السوبر المصري، في الشامبيونز ليج، في كل بطولاته هو المركز الاول على العالم. هتقول لي ريال مدريد، اقول لك لا، ابعد ريال مدريد حطه في الزباله، هو النادي الاهلي مصر هو الرقم 1 على العالم. هتقول لي الزمالك حطه في الزباله جنبه وكل حاجه حطها جنبيه، ليه؟ حط برشلونه جنبه اصلا عشان اكتر نادي اصلا بكره في العالم هو نادي برشلونه.
وحطوا برضك مع نادي ريال مدريد ونادي الزمالك ونادي برشلونه، حطهم مع بعض في الزباله. اقسم بالله العظيم اركنهم على بعض كده ونطلع الكوارث الاهلي المصري مع تكسيحة العالم. اقسم بالله العظيم الاهلي المصري لو ركز في كاس العالم للانديه هتلاقي جامد جدا. اسف جدا لجمهور الزمالك، بس طبعا برضه اكون مقدما للنادي الاهلي طبعا عشان في ترند والكلام ده، فاهمني؟ عايز يمكن شانس، فاهمني؟ النهارده نتكلم على نادي الزمالك. نادي الزمالك اتعادل مع نادي بارجريت. الاهلي المصري كسب نادي الاسماعيلي برباعيه نظيفه في الدوري المصري. بعد النادي الاسماعيلي هنلاعب نادي اسمه نادي الزمالك في كاس الدوري المصري. طبعا للأول مواجهة مع بعض بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي، بعد خسارة الزمالك في كأس السوبر المصري. دلوقتي حضر الأهلي وهيحضر ويكسح الزمالك على الكونفدرالية اللي هو خدها مننا السوبر، والسوبر هيرجع للأهلي السنة الجاية وتقابلوا مع بعض. النهارده عايز انام، النهارده دلوقتي مش عارف هقول ايه، مش عارف اتكلم في ايه. اقول الزمالك الافضل ولا الاهلي الافضل؟ اقول لكم يا جماعه الاهلي من بطولاته الكساريه اللي هو الاهلي المصري مكسح بطولات العالم، مكسح كل الانديه العالميه اللي خسرت في اسيا تتشال مره واحده. تتشال ازاي؟ تتشال يا لهوي. ده انت ايه يا عم؟ ده انت اهلي يا عم، بسم الله ما شاء الله. بطولات، محليات، قارات، أندية. ايه انت مش حالل فريق؟ انت مش حالل اي فريق تخسره قدامك؟ ايه يا عم؟ حتى لما انت بتخسر قدام اي نادي في افريقيا وتعملوا عليك ماتشاتك كلها عيانه. حتى انت بتسقط في الدوري المصري، حتى قصدي بتسقط في الدوري الافريقي، الدوري بتاع افريقيا في الشامبيونز ليج، وقلنا خلاص عادي. بس عادي بقى خلاص. انا بكلمك صعيدي بس ما ممكن انا مش صعيدي، انا بكلمك صعيدي عادي مفيش مشكله، او كان اكلمك صعيدي شويه. الزمالك ده انا حلمي يخسر الماتش اللي جاي. انا لما يخسر احطه في الزباله، احطه على الشرط. بص احطه في الزباله كده، بص احطه في الزباله كده واربطه في كيس، اقسم بالله، واحطه في نقله الزباله. يا كين جونز ستاندين يا كاندر. يا لهوي ده حصل بقى، يا لهوتي على الزمالك اللي حصل له. ربنا يستر على جمهور الزمالك وربنا يستر على لعيبه الزمالك الماتش اللي جاي. صعب، ماتش صعب جامد، ماتش مش بقول لك الاهلي هيكسبه مره واحده، لا بجد اقسم بالله العظيم ماتش صعب، ماتش تاريخ لليوم في الدوري المصري. يعني احنا محتاجين فوز تاني على الزمالك بس. يعني احنا الصراحه بجد احنا بنزودها، مينفعش حتى نعيب على اي نادي زي السنه اللي فاتت في كاس السوبر الافريقي قلنا هنكسب الزمالك وخسرنا في الاخر. مش بعد اذنكم يا جماعه، اذا انا قلت في طريقتي كده انا غلطت اهو، ما غلطتش. عايز اوصلكم الطريقه الصحيحيه ليكم مع بعض. نادي الزمالك اخواتنا، جمهور اخواتنا، كل حاجه اخواتنا. مش ينفعش تتريق عليه زي انا اتريقت عليه كده. هتقول له كده ليه؟ انا اصلا بوصلك معلومه حاجه صغيره، هتقول انت بتعيب على الزمالك ليه؟ انا بقول لك اهو، انا بعرفك اوعى حتى صاحبك ولا حتى اي حد اوعى تعيب عليه. هتقول انت زملكاوي مش زملكاوي، اقول لك لا انا اهلاوي رسمي. انا مسمي قناه عمر الاهلي، انا اسم مركز الاول على العالم اسمه عمر الاهلي على اليوتيوب. انا اسم عمر الاهلي على اليوتيوب، هتكتب كده على اي مستوى السوشيال ميديا هتلاقي اسم موجود، حتى هتلاقي اسم محفوظ على عندك على الكيبورد. بس دي متحصلش كتير. كده خلصنا حلقتنا وكده خلصنا. والنهارده يا جماعه كده خلصنا حلقه العالم في التتش. طبعا يا جماعه النهارده خلصنا الحلقه، خلصنا قصتنا النهارده على قناه عمر الاهلي وقناه عمر دي رما. اللي بيتفرج على افلام وبيتفرج على قصص خش على قناه عمر دي رما. يلا بينا على خلصنا للحلقه، يلا بينا على الحلقه ثانيه.